هو التاريخ المصري متقسّم إزاي؟ التاريخ المصري بشكل عام متقسّم لعصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. العصور اللي هي ما قبل التاريخ كان فيها حضارات، بداية الحضارة المصرية، عشان كده لمّا بنقول جاءت مصر ثم جاء التاريخ فدي جملة صحيحة مش مجرد جملة بنقولها. مصر عندها عصور ما قبل التاريخ فيها حضارات بدأت فيها استخدام الفخار والمعادن، زي حضارة النقادة الأولى، النقادة التانية، البداري، عندنا حضارات كتير جدًا في عصور ما قبل التاريخ. بعد كده بنبدأ بقى العصر التاريخي، اللي هو بداية معرفة الكتابة وتسجيل التاريخ المصري، بنبدأه بالعصر العتيق وده بيشمل الأسرة الأولى والتانية. بعديه بييجي عصر الدولة القديمة وده بيشمل الأسرات من الأسرة التالتة لحد الأسرة السادسة. بعديها بييجي عصر الانتقال الأول وده كان من الأسرة السابعة لحد الأسرة العاشرة. بعدها بتبدأ عصر الدولة الوسطى وده بيشمل الأسرات من الأسرة ال11 والأسرة اللي بعد كده عصر الانتقال التاني وده بيشمل الأسرات من الأسرة ال13 لحد الأسرة ال17. بعدها عصر الدولة الحديثة ودي أكتر عصر مشهور في مصر وكان آه، أعظم وقت للحضارة المصرية القديمة. وده بيشمل الأسرات من ال18 لحد ال20. بعد كده عصر الانتقال التالت وده بيشمل الأسرات من 21 لحد الأسرة ال24. بعد كده بقى العصر المتأخر وده بيشمل الأسرات من 25 لحد الأسرة 31. ويكون كده تقسيم التاريخ المصري على حسب ما نتوه. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وتتابعني لو انت مهتم بالتاريخ المصري القديم.